بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه. السيد مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية ولموظفي الأمن الوطني، السادة أعضاء لجنة المشرفة على تنظيم هذه الأيام التواصلية، السادة ممثلي مؤسسات القطاع العام والخاص المشاركة في أنظمة هذه الأيام التواصلية، السادة رؤساء المصالح الولائية، السادة ممثلي الصحافة المحلية والوطنية، أيها الحضور الكريم، تنزيلا لتوجيهات السيد مدير الأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني الرامية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والتسهيل أسرة الأمن الوطني وتكريس الاستراتيجية الجديدة للتواصل مع جميع منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، متقاعدين وأرامل وذوي الحقوق. تنظم اليوم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني الأيام الجهوية للتواصل في نسختها الثانية، والتي تنطلق اليوم من ولاية مسقط على امتداد يومي 24 و25 من شهر أبريل الجاري. وتهدف هذه الأيام التواصلية أولا إلى التعريف بمستجدات الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لفائدة منخرطيها في مختلف المجالات، بشراكة مع مؤسسات مع القطاعين العام والخاص ومصادر الاستفادة منها. وثانيا الإصغاء عن قرب إلى اقتراحاتهم وتطلعاتهم بهدف تلبية حاجياتهم والاستجابة لانتظاراتهم المستقبلية، ولتجسيد توجيهات السيد مدير الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على أرض الواقع. عملت قيادة ولاية مسقط على توفير كافة الظروف الملائمة وتسخير كل طاقاتها لإنجاح هذه الأيام التواصلية، انطلاقا من استدعاء جميع المنخرطين من المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق في أسرة الأمن الوطني لحضور هذه الأيام التواصلية وتسهيل كل الظروف الملائمة للموظفين المزودين العاملين بالمناطق الأمنية لمسقط، برشيد وبن سليمان، وكذا مفوضية بن حميد وبوزنيطة التابعة لولاية مسقط، وكذا الفرقة المتنقلة لحفظ النظام مسقط لحضور هذه الأيام التواصلية مع الحفاظ على توفير استمرارية الخدمات التي يقدمها المرفق الأمني للمرتفقين خلال هذه المناسبة. وفي الختام نتوجه إلى الحضور الكريم بخالص الشكر وصادق المتمنيات، مجددين التزامنا بخدمة أمن الوطن والمواطن وبذل الغالي والنفيس في سبيل شعارنا الخالد الله الوطن الملك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي المسقط، السادة المصالح الأمنية الولائية، السادة حضور المؤسسة، السادة والسيدات أخواتي وإخواني الشرطيات المنخرطين المؤسسة، السادة ممثلي شركاء المؤسسة، السادة والسيدات ممثلي وسائل الإعلام، أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد والي مسقط على جهوده الخاصة وانخراطه الشخصي في تكميل هذا الفضاء وتجهيزه وتوفيره ليحتضن المحطة الأولى من الدورة الثانية لأيام التواصل الجهوي للمؤسسة. هذه الأيام التي تأتي بتعليمات مباشرة للسيد مدير العام الوطني ولمراقبة التراب الوطني الذي كما لا يخفى على الجميع يضع الاهتمام بالعنصر البشري وضغوط الاوضاع الاجتماعيه لمنخرط المؤسسه في اولويه الاولويات وفي صلب اهتماماته ومخططاته الاستراتيجيه التي يرى ان راس المال البشري الشرطي هو الثوره الاولى للامن الوطني باعتبار تنفيذه ونهوضه بالاوضاع الاجتماعيه ومحفز اساسي نظير التضحيات التي يقدمها كل نساء ورجال الامن الوطني خدمة للأمن الوطني والمواطنين وخدمة للثوابت الوطنية تحت قيادة السيدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك السادس نصره الله وأيده. هذه الأيام التواصلية الجهوية التي ستشكل ولا شك فرصة للمنخرطين للإقبال على القرب على خدمات المؤسسة وعلى التعرف على العروض الحصرية والتقليدية لمختلف شؤون المؤسسة.
ما تأتي في إطار تفضيل مهارة التواصل بين المؤسسة وتفضيل